السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الحلقة اللي فاتت. جاي لكم النهاردة بحلقة جديدة ومميزة جدا. اهلا بيكم في حلقة جديدة من الحكاية بتقول ايه. النهاردة عندنا حلقة حكايتها حلوة ورايقة زي كحك العيد بالظبط. هنتكلم عن العادات والتقاليد المصرية في عيد الفطر المبارك، يعني العيد الصغير اللي كله بهجة ولمة وحاجات بتخلي الواحد حاسس انه في مهرجان كبير. طب خلينا نبدأ بالحكاية من الأول. احنا المصريين عندنا تقاليد متوارثة من زمان في العيد، يعني حاجات بنعملها كل سنة من غير ما نفكر حتى، كأنها محفورة في DNA بتاعنا. أول عادة لازم نتكلم عنها هي الكحك والبسكوت، وده مش أي حاجة والسلام، ده تاريخ. الموضوع بدأ من زمان قوي، من أيام الفراعنة كانوا بيعملوا الكحك ويحطوا عليه رسوم على شكل شمس علشان يعبر عن الفرحة والنور، وبعد كده اتحول لعادة في العيد، ومع الوقت بقى العيد من غير كحك زي الفول من غير طعمية، وحاجة مش داخلة على العقل. نيجي بقى لأهم جزء وهو العيدية، ودي بقى الحدث المنتظر عند كل طفل. بس تعالى اسأل أي حد كبير عن العيدية هتلاقيه بيقولك الجملة الشهيرة: احنا كنا بناخد عيدية أيام ما كان الجنيه ليه قيمة. ومع ذلك حتى لو المبلغ بسيط، فكرة انك تاخد عيدية نفسها بتفرح القلب. أما بقى صلاة العيد فدي طقس أساسي عند كل المصريين. الشوارع بتتملي بالناس، الأطفال لبسهم الجديد، والتكبيرات شغالة في كل حتة. جو روحاني جميل، تحس كده ان مصر كلها قلب واحد وبتحتفل سوا. بعد الصلاة تبدأ الجولة الرسمية، نروح عند الجيران وناخد لفة عند الجد والجدة. الكل بياكل ومبسوط علشان احنا المصريين معروفين باننا بنحب نشارك الفرح مع بعض. ودي كانت حلقتنا النهاردة عن العادات في العيد في مصر. يلا قولولي في الكومنتات ايه اكتر عادة بتحبوها في العيد، وهل العيدية لسه بتوصل لكم ولا انقطعت الخدمة؟ ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في حلقة جديدة من الحكاية بتقول ايه. سادة كان معاكم ملك اسلام من قناة الحكاية بتقول ايه.